قصة خزانة الوجوه. كان في راجل اسمه عزت ده كان شغال في التجارة، بس تجارته الحقيقية كانت في النفوس. كان عنده قدرة غريبة إنه يخلي أي حد يقابله يحبه في ثواني. كان بيلبس لكل مقام مقال، وشه مع الغلبان كله حنية، ومع القوي كله طاعة، ومع العدو كله سماحة. لكن الحقيقة إن عزت ما كانش عنده وش أصلا، كان عنده أقنعة. في ليلة من الليالي وهو راجع بيته المتطرف، لقى راجل عجوز قاعد على الطريق، وشه مش باين من الضلمة. العجوز ناداه وقاله: يا عزت، الوشوش اللي بتغيرها دي ليها تمن، والنهاردة ليلة الحساب. عزت ضحك باستهزاء ودخل بيته وقفل الباب. وهو واقف قدام المراية يقلع قناع الرجل الطيب عشان ينام، لقى حاجة غريبة. القناع مش عايز يطلع. شد بكل قوته وبدأ يحس بوجع رهيب، كأن القناع لزق في لحمه وعصبه. وفجأة النور قطع، وبدأ يسمع صوت همس مالي الأوضة، أصوات كل الناس اللي خدعهم بوشوشه المزيفة. الأصوات كانت بتصرخ: ورينا وشك الحقيقي يا عزت. المراية بدأت تتشقق، وخرج منها خيالات لناس بوشوش مشوهة. عزت جرى على أوضة النوم، لقى نفسه قدام دولاب الوجوه بتاعه مفتوح، وكل الأقنعة اللي لبسها طول حياته بدأت تتحرك وتتكلم بصوت واحد مرعب: انت حبيت تكون محبوب بالكذب، دلوقتي هتفضل محبوس فينا للأبد. عزت قعد يصرخ ويحاول يقطع الجلد المزيف من على وشه لحد ما فقد الوعي. لما الشمس طلعت، الجيران دخلوا البيت على صوت الصريخ اللي وقف فجأة. لقوا عزت ميت قدام المراية، بس الغريبة إن جثته مكانش ليها ملامح، كان مجرد كتلة من اللحم ممسوحة، وجنبه على الأرض قناع لوشه، وهو بيضحك ضحكة صافية وجميلة جدا. الناس فضلت تقول: يا عيني، مات وهو بيضحك، ده كان راجل ملاك. وهم ما يعرفوش إن تحت الضحكة دي كان في روح بتتعذب، لأنها ضيعت نفسها عشان ترضي الناس بالباطل. الحكمة والموعظة من القصة: 1. ضياع الهوية. لما تعود نفسك تلبس وش لكل واحد عشان تعجبه، مع الوقت هتنسى مين انت أصلا، وهتضيع ملامح روحك الحقيقية. 2. سجن التزييف. الشخص اللي بيعيش بوجهين بيفضل طول عمره خايف القناع يقع، وده رعب نفسي أصعب من مواجهة الناس بالحقيقة. 3. قيمة الصدق. أنك تكون مكروه بصراحتك ووضوحك، دي حرية، لأن اللي هيحبك لذاتك، واللي هيكرهك لسبب حقيقي، مش لسراب انت صنعه. جمال الوش في صراحته، وقبح القلب في تلونه.